مفيش وقت، يلا بينا نخش في الفيديو على طول. النهارده فيديو بقى خطوات مهمة جدا لكل الأمهات، ازاي تبدأي تستعدي لرمضان بشكل منظم وبشكل رايق. بيتك رايق والدنيا حلوة، وكمان عاملين ميزانيتنا الحلوة الجميلة. هتقولي لي طب ما فيش اسعار يا حبيبتي ثابتة، هقولك ازاي دلوقتي تعملي ميزانية حلوة وجميلة وثابتة ان شاء الله. بصوا بقى يا حلوين، النهارده فيديو انا مصوره من قبل كده، بس انا هنزل عليه كلام تاني وكلام مختلف تماما. لو حد بس خد باله ان انا آه بصور نفس الحاجة، او مثلا نفس الفيديو ده نزل قبل كده، فلا انا النهارده هصور لكم. النهارده هتكلم معاكم في موضوع تاني خالص، ازاي كل الامهات تبدا تجهز لرمضان وتجهز للعيد وتجهز للحاجات دي كلها. مجهود وشقة وتعب وداخلين على امتحانات بعد العيد، فالدنيا هتبقى مش متظبطه خالص. فيلا بينا على خطوات سهله وبسيطه تسهل عليكي حياتك. بصي بقى، رمضان مش للاكل بس، ومش ان احنا هنظبط كل حاجه ونسيب كل الباقي. لا، انا ان شاء الله في الفيديو ده هلم معاكي كل حاجه انت ممكن تكوني بتفكري فيها. اول حاجه، احنا هنبدا دلوقتي نعمل منيو رمضان. هتكتبي منيو رمضان والحاجه اللي انت عايزه تاكليها، وتسالي ولادك وزوجك على كده ايه الحاجات اللي انتوا نفسكم تاكلوها في رمضان وبتبقى خفيفه عليكم في وقت الصيام، علشان ده مهم جدا. ما تعمليش منيو من دماغك، علشان ممكن تكوني محضره حاجه وهم محتاجين حاجه تانية او نفسهم في حاجه تانية. فده كده اول خطوه. وكمان تستغلي رمضان في ان انت تعملي لنفسك ولاولادك جدول عبادات مهم جدا، وده هنتكلم عنه في فيديو، هنتكلم عنه في نفس الفيديو بس كمان شويه. طيب انا كده عملت المنيو بتاعي، اعمل ايه تاني؟ هنكتب برضو خطة التنظيف من اول النهارده لحد قبل رمضان بكام يوم. انا بس عايزاكي تستعدي ان انت عايزاكي تصومي كام يوم في شعبان، بحيث ان انت تدربي معدتك وتدربي نفسك على الصيام. وده مش حرام ومش عيب ومفيش اي حاجه فيه. انت بس تبداي تصومي اثنين وخميس على الاقل، لو في حاجه عليكي تعوضيها. وهنعمل جدول تنظيفات. جدول التنظيفات ده هيبقى 30 يوم. جدول التنظيفات هتبدأي تعملي فيه كل يوم حاجة واحدة في البيت. وصدقيني انت هتقولي مثلا ده انا عقبال ما اخلص 30 يوم هرجع اعيده من اول وجديد. لا، ما هو انت مش ترجعي تعيدي من اول وجديد، لان انت هتكوني محافظة كويس جدا على اللي انت عملتيه. يعني لو روقتي غرفة، حاولي انك تقفليها وما تجيش جنبها خالص. فهمي الاولاد ان انت مروقه علشان رمضان ويساعدوكي في كده. لما تروقي حاجه خلي بالك، وانت مثلا يعني روقتي درج ورتبتيه، خلي بالك لما تيجي تدوري على حاجه تدوري بعقل كده، وما تنعكشيش الدنيا تاني. ولو حصل اي حاجه طارئه، إن الترتيب مثلا باظ، او مثلا الدرج اتفتح جامد فكل حاجه وقعت او اي حاجه، في ساعتها كده لملمي الدنيا الاول. خلي عندك اولويات، ان انت من اولويات يومك في التنظيف انك هتشتغلي على خطة 30 يوم. خطة 30 يوم دي انا اتكلمت عنها قبل كده في فيديو او في لايف، انا بصراحة مش متذكرة قوي. بس لو انتوا عايزين خطة 30 يوم، انا كمان كتبتها للبيت عندي، فانا ممكن اشارككم مقال كده، وتبداوا ان انتوا تشوفوا ايه اللي متوفر عندكم في البيت، نفس المفروض تعمليه او نفسك تعمليه. وانا من رايي ان انت تروقي قبل يعني رمضان، بحيث انت ترتاحي في رمضان وفي العيد. لانه احنا عايزين يعني يومنا ما يبقاش يوم عادي، يعني مش عايزين مثلا يوم زي يبقى يوم عادي زيه زي اي يوم في عادي. بننضف وبنغسل مواعين وبنعمل اكل وماشيين اليوم كله كده. اصلا واحده من الناس زيكم، بحس ان انا اوقات يعني اليوم كله بالنسبه لي تنظيف وترويق وغسل مواعين وعمل اكل. اوقات كتيره بحس ان انا يومي ماشي على كده، فببقى متضايقه جدا، وببقى مش عارفه اتصرف، ببقى حاسه ان انا مش عارفه كده اعمل حاجه. فاهمين قصدي؟ فعشان كده انا بقولك دلوقتي خدي بالك وظبطي الدنيا على كده. وحاولي ان انتي طبعا تعملي جدول ليكي ولاولادك اللي له علاقه بالتنظيفات. كل واحد هينظف حاجه، وكل اللي هينظف عليه هيبقى حارس عليها ويحافظ عليها من اي كركبه. وعلى فكره ده هيديهم نشاط كبير جدا ان هم يعملوا الحاجه دي ويكونوا محافظين عليها كده. طيب، دي الخطوة اللي بعد كده. طيب ايه تاني في جدول التنظيفات ده؟ ما تنسيش الحاجات العميقة، بحيث ان انت لو في حاجة عايزة تغسليها، حاجة عايزة توديها الدار كلين، حاجة عايزة تنزليها وتغسليها زي الستاير مثلا، او مثلا حاجة عايزة تطلعيها زي زينة رمضان عشان تشيكي عليها لو حابة تزودي حاجة او كده. فكل دوت حاولي تعمليه من دلوقتي، ما تستنيش قبل يعني اول يوم رمضان ولا قبل رمضان بكام يوم، بحيث انت تخشي رمضان كده وانت مش مهلكه ومش منهكه من التعب اللي ممكن يعني توصلي له بسبب حاجه زي كده. فانت ممكن تعملي الموضوع ده، انا بحبه جدا جدا. حاولي كمان ان انت تنتظمي على فيتامينات. لو انت بتاخدي فيتامينات، حاولي تشتريها من دلوقتي وتنتظمي عليها، بحيث انت في رمضان تاخديها بعد السحور وتاخديها بعد الفطار. فاهماني؟ علشان تقدر يعني
تقويك ان شاء الله كده على الصيام وعلى الوقت اللي احنا بنبقى موجودين فيه. طيب التفريزات ثم التفريزات ثم التفريزات. يا بنتي هو انت مش كنتي بتقولي لنا ما تفرزوش حاجه وسيبوا الدنيا كده؟ لا طبعا انا ما قلتش كده ابدا. انا كان كل قصدي ان انت لما تفرزي فرزي قبل رمضان باسبوع ب10 ايام، اول الشهر مثلا، يعني رمضان مثلا ان شاء الله ممكن يجي 22 او 23، مش عارفه قوي. فانت ممكن من اول الشهر الجاي بامر الله تجيبي لك بقى كام حاجه كده تفرزيها، يعني تجيبي لك فراوله تفرزيها، وتجيبي لك مثلا حاجات تتعمل عصير زي الفراوله والجوافه دلوقتي حاليا بتعملوا عصير فتفرزيهم. تبداي ان انت مثلا تعملي تجيبي لك كده ليمون، الليمون دلوقتي رخيص، تجيبي ليمون وتعصريه كده في قوالب وتشيليه في الفريزر، بحيث انه يسهل عليكي تطلعي قلب وتروحي حطيه في الكوبايه وحطي عليه ميه وسكر والدنيا حلوه. فاهمني؟ تبتدي من دلوقتي كمان، تبتدي من اول شهر، من اول الشهر كده، او مثلا من الشهر ده لو انت معاكي لسه ميزانيه ولسه باقي في الميزانيه حاجه، هاتي حاجه رمضان. زي ما انا مثلا جبت اول حاجه رمضان جبتها قمر الدين، ان شاء الله كل اسبوع اجيب حاجه. كل شهر مثلا الشهر الجاي مثلا هنزل اجيب بامر الله اليميش ب 200 جنيه، انا عامله لهم تارجت معين 200 جنيه في لليميش، وهبدا بقى ان انا اعمل كده. كمان ان انت تغسلي الحاجات العميقه مثلا زي فرن البوتاجاز، والبوتاجاز وان تظبطي السطح بتاعه، عشان دايما يعني انت تحطي الالومنيوم كده على السطح بتاع البوتاجاز بحيث ان هو يتنضف على طول، ما ياخدش منك وقت كبير في التنظيف، او مثلا مش اللي هو بقى هشيل الحوامل اغسلها واشيل العيون واغسلها ومش عارف ايه. لا الشوي كله ده اعمليه. كمان الشفاط مهم جدا يتغسل. تمسحي الاجهزه الكهربائيه زي الناس مثلا البلندر او الخلاط او الشفاط او اي جهاز موجود عندك في المطبخ لازم تبداي تمسحيه. اي جهاز موجود في الشقه زي الغساله والتلاجة، من اول الشهر كده تعملي دوره غسيل للغساله، وتمسحي كده الشاشه وتمسحي المراوح والحاجات دي كلها. كل ده برضو تحطيه في خطه التنظيفات بتاعتك، لان ده مهم جدا 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 وهيسهل عليكي كتير قوي. طيب بالنسبه ان احنا في اخر رمضان هنجيب بقى حاجه العيد ان شاء الله، ده باذن الله ربنا يدينا عمر كده، يعني في اول 4 هنبقى نتكلم عن الموضوع ده. طيب نعمل ايه تاني بقى يا ساره؟ بصوا بقى يا حلوين، لازم تاخدي بالك كويس قوي الميزانيه بتاعتك هتبقى عامله ازاي. ويلا نخش على الميزانيه اللي بقى اللي هتبهركم ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، طالما انتوا كده كده ماشيين، يعني انا مثلا ماشيه شهر بمشي بميزانية 2000 جنيه، وشهر بمشي بقى بميزانية 1500. الحمد لله رب العالمين، البيت بيبقى الحمد لله فيه اكل وكله تمام، بس مش كل يوم لحوم ومش كل يوم فراخ اللي هترخص بامر الله. لسه سامعه امبارح خبر اكيد بامر الله انه هترخص اول الشهر، اول شهر 3 بامر الله الفراخ هتنزل كويس قوي، والبيض هينزل كويس قوي. ف مش كل يوم عندي كده. طيب انا طالما ماشيه بميزانيه معينه، انا ماشيه ب1500، انا ماشيه ب2000، انا ماشيه ب3، خلاص انا هفضل ماشيه بيهم، وهتارجت الحاجه اللي هجيبها على اساس الفلوس اللي معايا، مش هتارجت الفلوس على اساس الحاجه. فاهمني؟ لو انا تارجت الفلوس على اساس الحاجه مش هيكفي حاجه، يعني كل الفلوس اللي في الدنيا مش هتكفي. ليه بقى؟ هتبقي عايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه تزودي ده، وعايزه تشتري مكان تاني بشكل اغلى او بشكل اكبر، وهتفضلي بقى هكذا. فانتي لو عملتي ترجتي الحاجة على الفلوس، ده افضل من ترجتي الفلوس على الحاجة. فاهمة؟ يعني تقولي مثلا انا هجيب 5 حاجات 6 حاجات ب2000 جنيه مثلا يعني، ما تروحيش تقولي انا هجيب 15 يعني انا هجيب مثلا ب2000 جنيه 5 حاجات، ما اروحش اقول بقى انا هجيب 10 حاجات ب3000 جنيه مثلا. لا انتي الفلوس قدامك وانتي ظبطيها عليها كده، مش تجيبي الحاجة الاول بعدين تقولي هبقى اعمل ميزانية. طيب ايه تاني؟ حاولي تختاري اماكن رخيصه تشتري منها الحاجه. انا بالنسبه لي ارخص الاماكن او ارخص الحاجات الحاجات السايبه مثلا زي ايه؟ يعني الطحينه السايبه رخيصه، الحلاوه الطحينيه رخيصه، البلح السايب رخيص، اللهم صل على سيدنا محمد، الرز، المكرونات، الحاجات دي كلها طب يعني بتبقى رخيصه لما بتبقى سايبه. روحي هاتيها من عند العطار سايبه وعادي، يعني تكوني عطار واثقه فيه ودايما عليه سحب بيبقى حاجته كويسه. بلاش تروحي تجيبي معلبات او معبئات، بتبقى مثلا معبئه في تبقى معبئه مثلا في اكياس او كده، لان دوت طبعا هيبقى يعني هيصعب الدنيا شويه عليكي، وهيخلي الدنيا عندك مش مظبوطه خالص في الميزانيه، عشان هيزيدوا يعني 2 3 5 جنيه، فانت اولى بيها تعملي بيها حاجه كمان. طيب
بالنسبة ان احنا في رمضان في المنبهات بتاعتنا تبقى اقل، لو هنشرب شاي هيبقى اقل، هنشرب نسكافيه هيبقى اقل، القهوة اقل. فانت حاولي ان انت ما تتطرقيش للحاجات دي الا لما تشتري حاجة رمضان الاول. وكمان لما تيجي تشتري حاجة رمضان او اليميش، ان شاء الله انا هبقى اعمل لكم فيديو على اليميش اللي انا هشتريه وازاي هضاعف كميته وازاي هعمل واخليه ان شاء الله يكفي معايا طول الشهر. لان ده بند مهم جدا جدا، لانه الحاجة بتبقى غالية وواحد عايز نفسه يجيب كل حاجة طبعا، فاحنا هنجيب ان شاء الله كل حاجة من غير ما نغلي على نفسنا او نكتر على نفسنا في المصاريف. طيب ايه تاني المفروض ان انا اعمله علشان ابقى متجهزه لرمضان بقى؟ مفضلكيش بقى غير جدول العبادات. جدول العبادات من اهم الحاجات اللي لازم تعمليها، لازم تعملي لنفسك اولويات واهداف في رمضان. انا مثلا كل سنه بفضل الله بعد ما عرفت الموضوع ده من الاء ابو ذكر، لو انتوا عارفينها الاء ابو ذكر دي جميله قوي، بتعمل فيديوهات فاني كده وترفيه، وهي مضحكه ولكن بتعالج قضيه بصراحه يعني. بتعمل فيديوهات كتير متنوعه وجميله قوي، اسمها الاء ابو ذكري، يبقى روحوا تابعوها على اليوتيوب. المهم ف ان انا اعمل جدول عبادات ايه، وبعمل ايه بقى؟ بعمل ورقه اكتب فيها كل الادعيه اللي انا نفسي فيها يعني. حتى لو في حاجه صعبه المنال او مستحيله في عينيا هدعي بيها، لان ربنا ما عندوش مستحيل. فانا بجهز اول حاجه ورقه الادعيه، بدعي لنفسي ولاهلي وبدعي كل حاجه نفسي احققها في حياتي. بعدين بعمل جدول العبادات اللي هو انا هنتظم على ايه في شهر رمضان. هصلي اكتر فروض، هصلي اكتر السنن المؤكده، هصلي التراويح كام ركعه، هقرا ايه في رمضان. وبصراحه انا رمضان ده مش ههتم يعني ان انا اقرا كميه كبيره، اكتر ما انا ههتم ان انا اقرا بتمعن واقرا بفهم واقرا بتفسير واقرا بتجويد. فاهمني؟ عايزه اقرا وانا حاسه بالقران الكريم وانا فاهمه القران الكريم. الايه لما تعدي عليا تاني يبقى انا متذكره ان انا قراتها وعارفه معناها. فاهمين؟ انا عايزه اوصل للمرحله دي في رمضان، مش عايزه اوصل لمرحله انه مثلا هقرا وخلاص او كميه او كده. طيب هتصدق في رمضان بايه؟ الصدقه في رمضان من احب الاشياء اللي ممكن تعمليها. فيا اما تجمعي ملابس كويسه من اولادك ومنك ومن زوجك وتقدري تطلعيها صدقه، يا اما تطلعي صدقه مثلا على اي جمعيه خيريه بتتعلن عنها في التلفزيون. وانا بطلع على فكره اوقات كتيره بطلع في الموضوع ده لما مش بلاقي حد اديله مثلا او كده. او مثلا تشوفي الاقربون حواليكي، حد من صحابك محتاج حاجه مع ماديا مش مساعد، حد من اهلك، حد من جيرانك، ساعدي لو انت تقدري. آم، صدقة كمان ممكن تعملي فطور كده أنا ان شاء الله بأمرك يا رب، بأمرك يا رب هعمل ده في رمضان، ربنا يديني يعني بركة في العمر واقدر اعمل اللي انا نفسي فيه. انا ان شاء الله في رمضان هبدأ اعمل وجبات افطار وهبدأ انزلها في رمضان بأمر الله. يعني في وقت كده يعني ممكن اعمل مثلا عدس، ممكن اعمل اي وجبة هبدأ افكر فيها عشان اقدر اعملها بكمية كويسة. وهبدأ انزلها في رمضان في يوم كده يكون يعني هعمل اكلها قبلها بدري يعني، وهنزل اوزع الحاجات دي انا وزوجي ان شاء الله. وربنا يا رب تقبل مننا. اي حد في الشارع بقى يعني غني فقير مش هتفرق معايا، اي حد في الشارع انا هديله الحاجه دي بامر الله. فلو انت تقدري تعملي كده مع جيرانك، تقدري تعملي كده في مثلا في مسجد، تنزلي حاجه في مسجد، تقدري تعملي اي حاجه اعمليها. فجدول العبادات هي زي ما قلت لكم صلاه، صيام، قيام مثلا ليل، تهجد، قراءة القرآن، دعاء، حسن الظن بالله. ودايما جددي نيتك، يعني تجديد النية من أهم الأشياء. جددي النية إن ربنا إن شاء الله يغير لك حياتك في رمضان للأفضل. جددي النية إنه مثلا دعوتك تستجاب. جددي النية إن ربنا يستجاب منك كل الأعمال الصالحة. جددي النية وانتي بتطبخي لأهل بيتك إن ربنا يديكي ثواب إفطار صائم. جددي النية فقط لا غير، وسيبي بقى على ربنا. ويا رب يكون افكاري عجبتكم وتكون قدرت الم لكم نقدر نعمل ايه عشان نستعد لرمضان ان شاء الله. ان شاء الله هنبقى نعمل مع بعض حاجات من الزينه جميله وتنظيفات رمضان كده ان شاء الله، امر الله هنسح يعني هساهم فيها معاكم بشكل كبير ان شاء الله. وبس كده، ده كان فيديو جديد، يا رب الفيديو كان عجبكم تكونوا استفدتوا. ادعوا لي كتير ربنا يشفينا عشان تعبانه الفتره دي، وادعوا لي كمان ان انا استمر معاكم في الفيديوز اكتر واكتر. واستنوا مني فيديوهات جايه كتير ومفيده. ولو بتتابعوني على الفيسبوك ما تنسوش تحطوا لي لايك للصفحه ولايك للفيديو. وحبايبي اللي على اليوتيوب طبعا لايك للفيديو وسبسكرايب للصفحه. عايزه اقول لكم الف مبروك على 19000. مبسوطه جدا بالرقم الجديد، وان شاء الله باذن الله نقدر نوصل لاكبر من كده الفتره الجايه. ولو مش متابعيني على الفيسبوك يا بنات روحوا تابعوني على الفيسبوك واعملوا لي هناك لايك للصفحه. وبس كده حبايبي، مع السلامه.